يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. وأنا جاية لكم النهاردة بقصة جميلة جدا جدا، وأتمنى من الله عز وجل إنها تنور رضاكم. بس قبل ما أحكي، يلا بينا نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش كمان تفرحوني بلايك للفيديو واشتراك في القناة. ويلا بينا بقى نشوف كمالة قصتنا بتحكي عن ايه النهاردة. مر يومين وانا على حالي تايهة. اياك كان بيرن عليا، ومرة ارد عليه ومرة اتجاهله لان كلامه مبهم ومش واضح. اخر مكالمة قال له ان هيجي يزورنا هو وامه واخته. كنت خايفة من المواجهة دي، كنت قلقانة تتفركش الجوازة فيجوزوني ابن عمي. يا زمن، أزهار اللي محدش كان بيقدر عليها دراعها اتلوع وبقت مش عارفة تعمل ايه. باب اوضتي خبط، ادخل. دخل اخويا وقال بابتسامة سامجة: خطيبك واهله بره، وماما بتقولك البسي علشان تقابليهم. قال الجملة وقفل الباب ومشي وهو بيضحك. كنت متوترة وقلقانة. استر يا رب، قلتها وبدأت ألبس بسرعة وإيدي بتتراش. خرجت وأنا بتظاهر بالثبات. دخلت وألقيت السلام وسلمت عليهم. أم ست عادية، لبسها محترم وشيك، عباية سودة لكن بتلمع، وحجاب طويل وشنطة وواضح إنها فخمة. وأخته بشوشة مبتسمة طول الوقت وباين عليها الاحترام، وكلامهم كان هادي ورزين. مر الوقت وتعرفنا على بعض، وقالت أخته: أنا وأزهار الظهر كده هنبقى أصدقاء. ابتسمت وهزيت راسي، ولسه في صوت جوايا بيقولي إن هما بيتظهروا وهيتغيروا. طبطبت والدته على ظهري وقالت بحنان: هو أنا كمان حاسة إن أزهار هتبقى زي بنتي، مش هتبقى مرات ابني. ابتسمت وكان لازم أرد، ما أنا ما اتكلمتش من لما قعدت بحثت عن كلام في دماغي وطلع معايا. آه ربنا يستر، قصدي ربنا ييسر. وطبعا والدتي لحقتني وبدأت تذكر لهم مميزاتي كعروسة، والمميزات كلها ما كانتش عندي، وكنت طول الوقت بتظاهر بالابتسامة. مر الوقت واحنا بنتعرف لحد ما ناداني والدي علشان اياد طلب يقعد معايا. نفس القعدة ونفس المكان في الجنينة، وكانت قدامنا النار اللي بتاكل الخشب زي ما الأسئلة بتاكل في راسي. مجرد ما سابوني معاه سألني: شفتي أهلي واطمنتي؟ قلت بسخرية: لا، وهطمن ازاي وانت لسه غامض؟ بص للفراغ للحظة وقال برزانة: اعذريني، مش متعود اكون كتاب مفتوح سطوره متاحة لأي حد. حاولت اقنعه: طيب يا أستاذ، ممكن نأجل جوازنا شوية؟ قول لأهلي إن طلع لك شغل ولا أي حاجة لحد ما اتعرف عليك. رد بسرعة وكأن إجابته كانت حاضرة: تعرفي عليا بعد الجواز، فترة الخطوبة بتكون كلها تظاهرات، دي اسمها فترة النفاق. سكتنا لفترة طويلة، بصيت له بنظرة سريعة ورجعت بصيت قدامي وقلت بحسرة: أنا اللي عملت في نفسي كده. حطيت إيدي على خدي وكملت: الحكاية كلها بدأت من لما لبست دبلة مش بتاعتي، لبستها فجابت لي المشاكل. حكيت له كل الحكاية من البداية. حكيت له عن هشام ابن خالتي لما طلب يتجوزني وهو أصلا متجوز، وأنا ما كنتش عايزة أسيب القاهرة وأرجع بلدي، فكدبت وحكيت له على كدبتي وعلى ابن عمي اللي مش بطيئه وخايفة يجوزوني ليه بالغصب. كنت بحكي له ونفسي أصعب عليه فيشفق عليا ويسيبني في حالي،
أو يساعدني. فكملت: للأسف أنا اتأخرت قوي، كان لازم أصلح الكدبة دي وأحكي لأهلي من البداية قبل ما اتدبس ويتكتب كتابي على واحد غامض معرفش عنه حاجة. قال بهدوء: أزهار، أنا جاي النهاردة وناوي أحكيلك على كل حاجة علشان تطمني. كنت حاطة وشي في الأرض وأنا بحكي، ولما قال كده بصيت له بحماس، فشفت اللي واقف وراه وكان قريب مننا، وواضح إنه سمع كل الحكاية. شهقت بصدمة وحطيت إيدي على راسي وأنا بقول بحسرة: هي ليلة ضلمة. بصلي إياب بتعجب والتفت يبص وراه. قلت بصوت واطي ومهزوز: ده ابن عمي اللي حكيت لك عنه، شكله سمع كل حاجة قلتها وهيروح يحكي لأهلي. شاور له إياد بابتسامة، فشاور له ابن عمي باحترام ودخل البيت. ارتبكت وخفت يروح يحكي لجدي أو يحكي لأمه وأمه تحكي لأمي أو تحكي لجدي. بصلي إياد وقال: ما تقلقيش، لو سمع حاجة مش هيحكي، وحتى لو حكالهم هيحصل ايه ولا اي حاجة. زفرت بضيق وسكتنا فترة مش قصيرة وانا بصة للنار اللي قربت تطفي. قمت حطيت خشبة ووقفت اعمل شاي. ناداني اياد: أزهار. بصيت له وقلت بنرفزة: نعم، عايز ايه مني؟ شكلك عايز شاي، هبقى اعمل لك شاي. قام وقف وقرب مني وتنفس بعمق وقال: يا ريت تتكلمي معايا كويس، مش بحب طريقة الفلاحين دي. شهقت بصدمة وانفعلت: نعم، بتقول فلاحين؟ مش دول اللي كنت عايز تعيش في بلدهم وقلت ان نفسك تعيش في بلد أرياف؟ لا معلش بقى يا شيف، انا فلاحة وبنت فلاحين وهي دي طريقتي، واذا كان عاجبك. حرك ايديه وقال بانفعال: يا نهار ابيض، في ايه يا بنتي؟ نافورة واتفتحت في وشي؟ ما انت اسلوبك مستفز قوي بصراحة يا شيف. اتنهد وقال بهدوء: على العموم كنت متعمد اقولك كده علشان اشوف هتردي بايه، وعجبني الرد، اصلهم بيقولوا انك مش عايشة عيشة اهلك. معرفتش اتحكم في انفعالي ورديت: بيقولوا؟ هما مين دول اللي بيقولوا؟ وحضرتك اي حاجة بتتقال كده بتصدقها؟ يوه، مش هنخلص النهاردة، يا ريتني ما اتكلمت. بعد عني خطوتين وربع ايديه وسكت. وقفت اعمل شاي وانا ببصله كل لحظة ومستنياه يتكلم. كنت متضايقة منه وهمثل نفسي: ايه الراجل الغريب ده؟ وفجأة افتكرت حاجة مهمة. ده قال ان هيحكي لي حاجات تطمني، كان لازم انفعل يعني. عملت الشاي وقربت منه وانا عاملة نفسي هادية ومسالمة وما اتخانقتش معاه من شوية، وقلت بابتسامة وصوت هادي وناعم: كنت بتقول هتحكي لي على حاجة علشان اطمن، احكي يا شيف، اتفضل. اخد مني الشاي وشرب رشفة وقال ببق مشدود: ده معلوش سكر. ورغم ان كنت ناسية احط سكر فضحكت وقلت: ما انا قررت اسقيك المر زي ما سقتني. بصلي بطرف عينيه وانا بضحك وقال: تصدقي يا ازهار، خسارة فيكي تطمني، والله ما انا قايل لك حاجة، وكلها اسبوع وتنوري بيتك يا عروسة. ربنا معاكي بقى، ده انت ربنا يعينك على الملوخية اللي في دماغك. شهقت بصدمة: انا في دماغي فيها ملوخية؟ انت بتغلط فيا ليه؟ هات بقى الشاي ده، والله ما انت شارب، لا مسكر ولا مر. واخدت الشاي من ايده فتكب شوية على ايديه وحركها وهو بيتقاوي وهو بيقول بزهق: لا، ده الحالة شكلها جت، سلام عليكم، انا ماشي. هو بدأ ينادي والدي
فحاولت أتكلم بصوت ناعم. طيب نتفاهم يا يا بصلي بنظرة سريعة بتشعب غيظ وما ردش على كلامي. ولما ظهر والدي اتجه ناحيته واستأذن منه، ودخل بابا ينادي والدة إياد وأخته. فقربت من إياد اللي مديني ظهره وحاطط إيده في جيوبه، وقلت بصوت ناعم: هي يا شيف ممكن نتفاهم ونتفق؟ ما يصحش يعني تمشي زعلان، ولو على الشاي هحط لك عليه سكر يا سيدي. ابتسم وقال: يعجبني فيكي طريقتك الدبلوماسية في الحوار، لكن الكلام ده ما ياكلش معايا. ابتسمت وقلت: هو أنا مش فاهمة يعني إيه الدبلوماسية وإيه دخلها بالأكل؟ وطالما عجباك ليه ما تأكلهاش معاك؟ بس مش مهم، احكيلي وطمني قبل ما الجماعة يجوا بالله عليك. ضحك وقال: لا مش هقولك حاجة، أنا بصراحة مستمتع جدا وأنا شايفك كده. رفعت حاجبي باستنكار وقلت: خلي بالك هصلي وادعي عليك وأنا دعوتي مستجابة. ضحك وقال: طيب صلي وادعي لنفسك بقى يا كتكوتة، علشان أنا مش. واتقطع كلامه لما ظهرت والدته وأخته. سلمت عليهم ومشوا، بس بصراحة اطمنت رغم انه ما حكاش حاجة، لكن كان بيضحك، وعلى الأقل عرفت انه مش شخص بارد. وقفت مكاني افتكر كلامه وانا مبتسمة، ولما افتكرت جملة ضايقتني بصيت للنجوم اللي في السما وقلت: ها انا دماغي فيها ملوخية؟ ماشي يا شيف. دخلت اوضتي اتوضيت وصليت ركعتين، ودعيت يكون اياد زوج صالح، ودعيت ربنا يبارك لنا في حياتنا. قررت اسلم اموري لله، وقررت اتحكم في لساني وابطل اكذب، ودعيت ربنا يغفر لي، ودعيت: اللهم امسك لساني فلا ينطق الا بالحق. كلنا بقينا نكذب وننسى، لكن كل كلمة محسوبة وكل فعل مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما خلصت صلاة فتحت جروب البؤساء علشان أتابع هيعملوا إيه مع إياد. ما كانوش بيتكلموا بقالهم فترة وقافلين الجروب، وده قلقني يكونوا بيتفقوا على حاجة على الخاص. ولما فتحت لقيت رسائل كتير، وده دليل إن الجروب اتفتح، بس أنا ما كنتش واخدة بالي. لفيت في الرسائل كانت كلها كلام عادي، لحد ما وصلت لرسالة البنت اللي كان خطيبها إياد، وهي منزلة صورة ليهم للعرض مرة واحدة. كان ماسك إيديها وبيضحك، وهي كمان بتضحك، وكاتبة تحتها: كنا مبسوطين قوي وكان بيحبني، منهم لله أم واخته. عرفت إن هما اللي اختاروا له العروسة، وإن اسمها أزهار على اسمي. ردت بنت عليها: مستحيل يكون بيحبك، ده لو كان بيحبك كان حارب الدنيا كلها علشانك. رأيي إنك تحاولي تنسيه. ردت البنت: مش هنساه، مش هنساه إلا لما أخد حقي. وسجلت ريكورد يتسمع مرة واحدة، كانت منفعلة وكأنها بتعيط: أنا مش هسكت، ولو وصلت إن أقتله هقتله وأقتلها. أنا جبت عنوانها في البحيرة ورايحة لها وهاخد حقي. وردت واحدة تانية: ما تقلقيش، أنا بدأت في الخطة اللي اتفقنا عليها، اصبري بقى. بلعت ريقي وكنت عايز أعرف إيه هي الخطة، واستنيتهم يقولوا لكنهم ما قالوش، والجروب اتقفل والرسائل اتحذفت. اتفاجئت برسالة على الخاص من رقم مش متسجل لكن مشترك في جروب البؤساء: أنا أضمن جروب البؤساء، ابعتي رسالة بصوتك وباسمك وسنك علشان بنصفي الجروب. كنت ناوية أخرج من الجروب، لكن بعد ما أشوف هيعملوا إيه مع إياد أو استنى يمكن أحتاج مساعدتهم، كتبت: حاضر هبعتلك، بس بعد شوية عندي دوشة. أنا فعلا عندي دوشة في دماغي
مش عارفة اتصرف ازاي ومش عارفة افكر. حاسة ان لازم اواجه اياد، ما ينفعش يفضل محل شك كده. مش عارفة ليه كل ما اطمنه الاقي صفحة تفوقني وحاجة تصدمني. ما كنتش فاهمة مشاعري، لكن حسيت ان بدأت اغير على اياد. ازاي يمسك ايديها ويضحك معاها كده وهي مجرد خطيبته؟ ده لسه اول مرة يضحك لي النهاردة. ماشي يا شيف، لما اشوف اخرتها معاك. بعد مرور يومين وطول الوقت ده كنت برن عليه ما يردش الا بعدها بفترة برسالة على الواتساب: انا مشغول يا ازهار، لاحظ ان فرحنا بعد كام يوم وانا برتب اموري. روحي رتبي امورك انت كمان. هو كأنه بينسخ الرسالة ويحطها كل مرة. فقررت اكلم اخته يمكن افهم منها حاجة. وكانت بتتكلم باحترام وذوق جدا. ما قدرتش اسألها عن حاجة. امي وخالتي كانوا بيروحوا شقتي في القاهرة يرتبوها، ورفضوا تماما ان اروح معاهم. وفجأة لقيت نفسي عروسة لابسة فستاني ورجعت القاهرة واتقفل عليا باب انا واياد. بصلي وقال: يلا بقى ناكل الملوخية اللي في دماغك. هو طلع السكينة من ورا ظهره وهو باصص لي بنظرة كلها شر وجنون. فبكيت ورجعت لورا وهو بيقرب. وقلت بحشرجة: ها انت طلعت تعبان في دماغك ولا ايه؟ هو والله العظيم دماغي ما فيهاش ملوخية. بالله عليك يا شيف سيبني اعيش. وقررت اخر جملة وصوت بكائي بيعلى وانا برجع لورا وهو بيقرب وبيحرك السكينة بخبث. ظهري خبط في الحيطة وهو قرب مني جامد. فحطيت ايدي على راسي وانا بقول بصوت عالي هو ببكاء: بالله عليك يا شيف سيبني اعيش، سيبني اعيش. ووصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. بس لو عجبتكم بجد وكملتوا الحلقة للآخر، ما تنسوش دعم القناة بلايك للفيديو وتشتركوا فيها لو لسه ما اشتركتوش، وتشاركوا القصة مع كل أصحابكم. وما تنسوش كمان تكتبوا لي رأيكم فيها أسفل الفيديو في كومنت جميل زيكم. وإلى اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.